السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست صوت روعة. أنا اسمي روعة، واليوم غادي نهضر معكم على أول خطوة في كل نجاح، البداية من لا شيء، ولو تكون تحت الصفر غادي توصل لداك الشيء اللي كتحلم به، لأنه كل حلم كبير كانت موراه فكرة صغيرة، ومن إيمان وإصرار وقلب مؤمن أنه يقدر يوصل، كن أكيد أنك غادي توصل وغتمشي بعيد إن شاء الله. في إحدى القرى المجاورة للمدينة اللي كنسكن فيها، كان واحد الشاب بسيط من عائلة جد بسيطة، ضعيفة من الناحية المادية وحتى من الناحية الاجتماعية. وكان عندهم ابن واحد، هو باش رزقهم الله، واللي هو هذا الشاب اللي غنحكي لكم عليه اليوم، واللي ما كان في راس مالو حتى حاجة، لا علم لا مال لا جاه كي كنقولوا، فقط حلم ثقيل وكبير بزاف. كل مرة هو كيكون غادي في الطريق كيسمع الناس كيقولوا هذاك ما عنده ما يدير، اش في جهده ما يدير، راك غير كتحلم، اودي حلم على قدك، واش في خبارك هادشي بعدا اللي كتحلم به راه كاين غير في الخيال. حتى من والديه كانوا كيقولوا له اولدي راه الحياة راه صعيبة، ما يمكنش توصل لهذا الشيء اللي انت كتفكر فيه، هبط شويه عيش معانا، هبط الارض شويه، راك حلمتي بزاف. ولكن الشاب بقى مصر وعزيمته كانت قويه، بدا من الصفر، قرا وتعلم وخدم وتكرفس مزيان وطاح وناض وحكاتو الدنيا مزيان كيف كنقول. ولكن بالرغم من هادشي كامل ما عمره ما استسلم، بقى مكمل حتى النهار اللي حقق فيه أول نجاح. وفاش شافوه الناس اش دار، واللي أغلبيتهم كانوا هذوك الناس نفسهم اللي كانوا كيسخروا وكيتحكموا منه، بداو كيسولوه اوه نسا كيف انه ما كيهمش منين غادي تبدا، او لا امتى غتبدا، ولا شحال في عمرك، ولا لا وهفتك التران كي كنقولوا، لا 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 لا، الاهم هو انك تبدا، غير بدا، غير بداي. واللي كيهم اكثر هو اشنو غادي دير، اشنو غديري باش توصلوا لداك الشيء اللي في بالكم واللي كطمحوا تحققوه. ما تنساوش انه اي واحد اليوم كنشوفوه ناجح وواصل، راه واحد النهار حتى هو كان بحالنا، حلم ولكن تاق في راسو، وبالرغم من انه كان كيشوف راسو ضايع وتعرف وما عارفش منين يبدا، ولكن الطموح كان غالب وما وقفش وما استسلمش واستمر رغم كاع الصعوبات اللي واجهته. بدا، غير بدا. ودابا غنطلب منكم واحد الطلب، شكون ما كنتي بغيتي تكون، او قداش ما كنتي، كبير صغير بنت ولد، وقف البودكاست واعطي راسك دقيقة فقط دقيقة، كنظن دقيقة ما غتبانش نهائيا قدام 24 ساعة. وسول راسك اشنا هو الحلم اللي كنتي كتحلم تحققه وتخليتي عليه. ما كيهمنيش السبب، شنو هي الحاجة اللي تقدر تبداها دابا اولا في هذا النهار كتشوفها قد تبدل حياتك رأسا على عقب. عرفتي الجواب؟ اكيد غادي تلقى الجواب.
تنساوش واحد النقطة جد مهمة. إلا تسنيتي الظروف تقاد ويجيبوا ليك الحلم ديالك على طبق من ذهب، فراك غتكون مازال ما فهمتينيش. وكنقول لك من هذا المنبر وبكل حسرة، غير خرج من هذا البودكاست ودير بحال ما عمرك سمعتي هذه الهضره. واخا اما بالنسبه للي متحمس وطموح وباغي يبدل حياته، فغنبغي نقول لك ما عمرك تسنى الحياه او الظروف تولي مثاليه. راه شراره صغيره اليوم هي اللي غادي تعطيك اللهب ديال الغد. كن اكيد. بهكا غنكون وصلنا للنهايه ديال هذا البودكاست. صراحه ما سخيتش بكم. كانت معكم روعه من بودكاست صوت روعه. ما تنساوش تشاركوا الحلقه مع اي واحد محتاج يسمع هذه الرساله، ومن القلب وخليوا لي رايكم. في نظركم شنو هو الطموح؟ وإلى اللقاء، إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. بيزو بيزو.